هذه الرسالة اللي من الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة. سورة البقرة سورة عظيمة بزاف. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي وأخواتي الأعزاء، الله يدخل السعادة لقلوبكم الطيبة، قلوبكم المضيئة بمحبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قبل ما نبداو الرسالة ديالنا إن شاء الله اليوم، بغيتكم تساعدوني بنشر المقطع من خلال الاشتراك واللايك والمشاركة، لأنه كل ما وصل للناس أكتر كل ما تعرفوا على أمور ما كانوش كيعرفوها من قبل، وهكذا يكون الأجر لينا وليكم إن شاء الله بإذن الله. هذه الرسالة اللي من الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة. سورة البقرة سورة عظيمة بزاف. إلا جلستي وتدبرتي هذه الآية راه حياتك ونفسيتك وطريقة تفكيرك غيتبدلوا بزاف. غي فهمي المعنى الكبير اللي فيها. الله سبحانه وتعالى كيقول من بعد بسم الله الرحمن الرحيم: الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. عرفتي أن أكبر سلاح ديال الشيطان هو التخويف أو الخوف، ما عنده حتى شي سلاح آخر. الشيطان كيضرب بهذا السلاح غير في القلب اللي فيه ضعف، القلب اللي فيه ضعف ديال الخشية من الله سبحانه وتعالى. وكاين حتى في سورة آل عمران قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. يعني أن الشيطان غير كيخوف ولا كيرهب الناس اللي تابعينه، وكيحاول يدخل الخوف في قلوبهم ويبعدهم على اليقين وعلى الثقة في سيد ربي. اسمع: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. هاد الآية كتربط لنا المعنى بوضوح مع الكلام ديال الشيطان يعدكم الفقر. دابا شنو هو الفقر اخوتي؟ الفقر في الأصل راه هو الاحتياج، هو الحاجة. الفقر في اللغة كيجي بمعنى الاحتياج الشديد، وأنك كتحس بواحد الحالة ديال النقص. والشيطان دائما كيحاول يزرع فيك هذا الإحساس، كيقول لك راه غادي تفقر، راه ما غاديش يكون عندك، راه غادي تحتاج، راه غادي تندم. وكيبقى دائما يخوفك باش يكسرك وباش يحيد منك داك اليقين وباش يخلي قلبك يشك في فضل الله تعالى. وهو في الحقيقة كيستعمل غير هاد البهتان والكذب والتخويف، كيخوفك من المستقبل، من الرزق، من الزواج، من الصحة، من أي حاجة انت بغيتيها وانت محتاج لها، غير باش يبعدك على الله سبحانه وتعالى. ولكن الله سبحانه وتعالى كيقول لك: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. يعني ما تخافوش من الشيطان، ما تخافوش من العدو، ما تخافوش من التخويف ديالو. اللي خاصك تخاف منه هو الله سبحانه وتعالى، وخوفك من الله كيولي أمان وكيولي طمأنينة ويقين ماشي رعب. وكيبقى الشيطان دائما يوقعك في هذه الدنيا بالخوف، الخوف من الفقر أو الخوف من الحاجة أنك تحتاج. كيجي كيقول لك إلا صرفتي داك الفلوس غادي تولي فقير. وكيخوفك أختي، كيقول لك إلا لبستي الحجاب كما بغى الله وكما أمرك الله سبحانه وتعالى راه ما غاداش تلقاي راجل وما غاداش تزوجي. وإلا كنتي مزوجة كيبدا يوسوس ليك راجلك ما غاديش يبغيك، غادي تولي قليلة قدام الناس، ما غاديش تكوني بحال الاخرين. الشيطان دائما كيوعدك بالحاجة، كيوعدك بالحاجة المعصية. هنا كيجرك خطوة بخطوة، خطوة بخطوة، حتى كيوصلك لدرجات كيوصيك فيها بالفحشاء والمنكر والعياذ بالله.
هنا غنقولوا كيفاش كيدير ليها، كيفاش الشيطان كيدير ليها. كيخليك تعيشي ديما في الرعب والقلق، كيوسوس ليك، كيقول لك غادي تجيك هاد المشكله، غادي توقعي في هاد المصيبه، غادي توقع هاد الكارثه، وانتي اصلا عايشه في النعم. ولكن ما كيبغيش يوريك النعم، كيبغيك تشوفي غير الحاجه والفقر الا ما عصيتيش الله سبحانه وتعالى. وهنا كيقول لك عصي الله باش ما تحتاجيش، باش ما تبقايش مستقيمه، باش ما يوقعش ليك كذا وكذا، ويدخل لقلبك الخوف والوسواس. ولكن الله سبحانه وتعالى في المقابل كيقول لك والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. الله سبحانه وتعالى عنده ديما الخير، كل عمل درتيه الله كيوعدك بالأجر والمغفرة والفضل. شوفي معايا رحمة الله سبحانه وتعالى كيف دايرة. إلا صليتي صلاة الضحى كتكوني بحال إلا تصدقتي على كل مفصل في الجسد ديالك. وإلا استغفرتي الله ربي كيغفر ليك ويرزقك ويزيدك في المال والبنين. وإذا قريتي القرآن كل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. إلا سبحتي الله سبحانه وتعالى وقلتي سبحان الله وبحمده، إلا قلتيها 100 مرة قبل طلوع الشمس و100 مرة قبل غروبها، الله كيحط عنك الذنوب ديالك ولو كانت قد زبد البحر. وإلا عاودتني قلتي أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 3 مرات، الله كيغفر لك كاع الذنوب ديالك، حتى اللي كبار وحتى إلا كانوا مثل زبد البحر. وإلا عاودتني كثرتي من التسبيح الله سبحانه وتعالى كيصرف عليك القدر السيء وكيدخل قلبك الرضا والسعادة. شوفي سبحان الله ربي العظيم الوعود ديال الله سبحانه وتعالى كيفاش كتكون. إلا قمتي الليل ووقفتي تصلي والناس ناعسين، الله سبحانه وتعالى كيمنحك قرة العين الخفية اللي تا واحد ما كيعرفها، وكيقول فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وحتى الكلمة الطيبة صدقة، غير كلمة طيبة في وجه أخيك راه صدقة، والابتسامة في وجه أخيك صدقة. هذه هي الطريق مباشرة للفرج، للسكينة، للرزق والقرب من الله عز وجل. ما تخليش الخوف من الفقر، من الحاجة، من نظرة الناس، من العقبات الدنيا يوقفك عن عبادة الله عز وجل وطاعته. بالعكس خليها تكون دافع ليك باش تزيدي في العبادة وتزيدي في التسبيح وتزيدي في الاستغفار، وتستغلي كل نعمة في حياتك لله عز وجل. الله سبحانه وتعالى وعدنا بالمغفرة وبالبركة في الرزق وبالطمأنينة في القلب، والسعادة الحقيقية اللي ما يقدر عليها حتى إنسان إلا بالله سبحانه وتعالى. خوتي وخواتاتي، خذوا هاد الرسائل من القرآن الكريم، راه كنوز كتهديك في الحياة ديالك. وما تنسايش أن كل لحظة فيها دعاء، كل لحظة فيها طاعة هي فرصة للتقرب من الله عز وجل أكثر وأكثر. خلي قلبك مطمئن، وعيش حياتك باليقين والرضا، واعمل أن الله سبحانه وتعالى رحيم غفور كريم، وأنه دائما يرانا ويعرف ما في قلوبنا ويستجيب لنا إذا صدقنا النية وعملنا بالحق. وفي النهاية أخوتي وأخواتاتي، تذكروا أن كل خوف يزرعه الشيطان في قلوبنا ما هو إلا وهم، وأن كل وعد من الله سبحانه وتعالى هو الحق لا يتبدل. اختاروا طريق الطمأنينة، طريق الذكر والطاعة، وخليكم دائما قريبين من الله بالاستغفار بالتسبيح وبالعمل الصالح. أسأل الله العظيم أن يشرح صدوركم ويبارك في حياتكم ويجعل قلوبكم مطمئنة بذكره. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.